نابليون في جزيرة كورسيكا لأبوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى عائلات إيطاليا القديمة النبيلة. ألحقه والده كارلو بونابرت المعروف عند الفرنسيين باسم شارل بونابرت بمدرسة بريان العسكرية، ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية الشهيرة، وفي المدرستين أظهر تفوقاً باهراً على رفاقه، ليس فقط في العلوم العسكرية وإنما أيضاً في الآداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كتاب القرن ال18 في فرنسا وجلهم، حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو الذي كان أكثرهم أثراً في تفكير الضابط الشاب. أنهى دروسه الحربية وتخرج في سنة 1785 ميلادياً، وعُيِّن برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية التابع للجيش الفرنسي الملكي. وفي سنة 1795 أعطيت له فرصة الظهور ليبرز براعته لأول مرة في باريس نفسها، حين ساهم في تعضيد حكومة الإدارة وفي القضاء على المظاهرات التي قام بها الملكيون تساعدهم العناصر المحافظة والرجعية. ثم عاد في سنة 1797 ودعم هذه الحكومة ضد توجه أن تكون فرنسا ملكية دستورية، فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 1595. بزغ نجم بونابرت خلال عهد الجمهورية الفرنسية الأولى عندما عهدت إليه حكومة الإدارة بقيادة حملتين عسكريتين موجهتين ضد ائتلاف الدول المنقضة على فرنسا، فانتصر في جميع المعارك التي خاضها، وتمكن من فتح شبه الجزيرة الإيطالية خلال سنة، وأقام بها جمهوريات شقيقة لفرنسا بتأييد من بعض القوى المحلية، ليصبح بطلاً قومياً في فرنسا. سنة 1798 قاد نابليون حملة عسكرية على مصر في سبيل قطع طريق بريطانيا إلى الهند، وامتدت حملته هذه حتى بلغت الشام الجنوبية، حيث حاصر مدينة عكا، لكنه فشل في اقتحامها لمناعة استحكاماتها وصمود واليها أحمد باشا الجزار ومساندة الأسطول البريطاني لحامية المدينة. ثم بحلول وباء الطاعون وفتكه بالجنود الفرنسيين اضطر بونابرت إلى الانسحاب إلى مصر، ثم عاد إلى أوروبا لاضطراب الأحوال في فرنسا. وفي سنة 1799 عزل بونابرت حكومة الإدارة وأنشأ بدلاً منها حكومة مؤلفة من 3 قناصل، وتقلد هو بنفسه منصب القنصل الأول، ثم أقام أحلافاً عسكرية ودبلوماسية مع الفرس والهنود والعثمانيين في سبيل ضرب كل من المصالح البريطانية في الهند والمصالح الروسية في الشرق الأوسط، وتعاون مع سلطان مملكة ميسور فتحي علي خان تيبو وأيده بجنود ومعدات كثيرة خلال حربه مع البريطانيين في الهند. قرر بونابرت بعد شهرين من التخطيط أن البحرية الفرنسية لا تتمتع بالقوة الكافية التي تمكنها من مواجهة البحرية الملكية البريطانية في القناة الإنجليزية والتغلب عليها، لذا عرض على حكومة الإدارة القيام بحملة عسكرية على مصر واحتلالها للسيطرة على طريق بريطانيا إلى الهند والقضاء على مصالحها التجارية فيها. وكان بونابرت يأمل بأن يضع لفرنسا موطئ قدم في الشرق الأوسط، ويظهر للسكان ذوي الأغلبية المسلمة أنه صديق للخلافة وحامل للإسلام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في نفوس المسلمين حول العالم، وبشكل خاص مسلمي الهند الخاضعين للملكة المتحدة وسلطانهم فاتح علي تيبو عدو البريطانيين اللدود، مما يسهل على نابليون التقرب إليه والتدخل في الهند وضرب مصالح بريطانيا فيها. وكان نابليون قد أكد لأعضاء حكومة الإدارة أنه ما أن ينتهي من فتح مصر سوف يسارع إلى إبرام علاقات مع الأمراء الهنود، وسوف ينجح بمساعدتهم على ضرب البريطانيين في أهم مستعمراتهم. وقد قال تاليران في تقرير له صدر في شهر فبراير من سنة 1798 موجه إلى حكومة الإدارة: ما أن نفتح مصر وننتهي من تحصينها سنرسل جيشاً قوامه 15,000 رجل من السويس إلى الهند للانضمام إلى قوات السلطان تيبو، ومعاً سنطرد الإنجليز من الهند. وافقت حكومة الإدارة على القيام بهذه الحملة رغم أنها لم ترتح لأبعادها ولا لتكلفتها، وذلك كي تبعد بونابرت الذي غدا قائداً مشهوراً عن مركز القرار في فرنسا. انتخب نابليون في شهر مايو من سنة 1798 عضواً في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وانضم إلى حملته المصرية ما مجموعه 167 عالماً من علماء الرياضيات، البيئة، الكيمياء والجيوديسيا. وقد حقق هؤلاء عدداً من الاكتشافات في مصر، لعل أبرزها هو اكتشاف حجر الرشيد،
ونشرت اكتشافاتهم في كتاب حمل عنوان وصف مصر، وذلك في سنة 1809. وفي طريقه إلى مصر عرج نابليون على جزيرة مالطا بتاريخ 9 من يونيو سنة 1798، وكانت هذه الجزيرة خاضعة لفرسان القديس يوحنا ذوي الأصول الفرنسية، والبالغ عددهم 200 فارس منذ عهد الحروب الصليبية. وكان هؤلاء الفرسان ناقمين على قائدهم المدعو فرديناند زوبولهايم، بما أنه كان بروسي الجنسية وقد خلف قائداً فرنسياً، ورفضوا قتال الفرنسيين أشد الرفض، معتبرينهم إخوانهم من شحمهم ولحمهم. استسلم فرديناند للجيش الفرنسي بعد مقاومة رمزية، وكان من نتيجة ذلك أن اكتسب نابليون مرفأ وقاعدة بحرية مهمة في البحر المتوسط مقابل خسارته 3 رجال فقط. استطاع بونابرت ورجاله الإفلات من سفن البحرية الملكية البريطانية التي تعقبتهم منذ مغادرة فرنسا، ونزلوا أرض مصر في مدينة الإسكندرية في الأول من يوليو من عام 1798. ووجه نابليون في اليوم ذاته نداءً إلى الشعب المصري، وأصدرت الحملة نداءً إلى الشعب بالاستكانة والتعاون، زاعمة أن نابليون قد اعتنق الإسلام وأصبح صديقاً وحامياً للإسلام. استولى نابليون على أغنى إقليم في الدولة العثمانية، وطبقاً للدعاية الحربية أدعى أنه صديق للسلطان العثماني، وادعى أيضاً أنه قدم إلى مصر للاقتصاص من المماليك لا غير، باعتبارهم أعداء السلطان وأعداء الشعب المصري.